بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. كلام النهاردة عن باريزة القلعة وسعرها. اللي قدامك دي باريزة القلعة 1984 اهي. شوف شكلها اهي، ده الشكل بتاعها اهو اهي. ادي الشكل بتاعها، مرسوم عليها القلعة والعملة معدن اهي. وادي الوش بتاعها مكتوب جمهورية مصر العربية و10 قروش، والتاريخ هنا 1984. طب اللي قدامك في الفيديو دي بكام؟ اللي قدامك في الفيديو دي يا باشا سعرها 5 جنيه. سعرها 5 جنيه. سعرها 5 جنيه. طب انهي الغالي؟ في حاجة منها غالية؟ في يا باشا حاجة غالية وبيوصل سعرها ل 8000 جنيه. 8000 جنيه على حسب الحالة، وممكن تزيد عن 8000. نفس الشكل ده بالظبط، نفس الشكل، ومكتوب عليها جمهورية مصر العربية ومرسوم عليها القلعة. بس هنا التاريخ بقى الغالية اللي هي ب 8000 جنيه، التاريخ بتاعها 1991. 1991 اللي تاريخها 1991 دي سعرها 8000 جنيه. 8000 جنيه، والعملة معدن زي ما انت شايف مكتوب عليها 10 قروش، والتاريخ 1991. أي تاريخ غير 1991 سعرها 5 جنيه. سعرها 5 جنيه. الناس اللي هتقولك بقى معايا وعندي والكلام ده كله، معاك 1991 هي دي اللي بتتباع ب 8000 جنيه. معاك بقى أي تاريخ تاني غير 1991 سعرها 5 جنيه. أي باريزة غير 1991، أي 10 قروش غير 1991 سعرها 5 جنيه بالقطعة. القطعة ب5 جنيه، وبتتباع بالكيلو كمان. الكيلو ب 250 جنيه وب 300 جنيه. الحاجات دي بتتباع بالكيلو. الكيلو ب 250 و 300 جنيه. الغالية اللي هي 1991 دي سعرها 8000 جنيه. تاريخ بقى 92 93 التمانينات كل ده سعره 5 جنيه. الغالية بس اللي هي 1991 نفس الشكل كده، والظهر بتاعها مرسوم عليه القلعة، والتاريخ 1991 دي اللي سعرها 8000 جنيه. طب هي لو معاك تبيعها فين؟ لو معاك 1991 دي هتبيعها يا باشا على جروبات الفيسبوك، أو في الأسواق اللي موجودة في المحافظات، أو في سوق ديانة مثلا، أو المواقع. 100,000 مكان بيشتري العملات دي، بس المهم يكون معاك العملة اللي هي 1991. أي تاريخ غير 1991 ارميها. أي تاريخ غير 1991 سعرها 5 جنيه. تجيبها بقى 92 93 84 زي اللي قدامك، كل ده سعره 5 جنيه. الغالية اللي هي 1991. متنساناش في اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.